السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا حسيت يعني الفيديو ده اتأخر شوية، ما كان المفروض ان احنا كنا ننزله اول فيديو في القناة، ما كانش المفروض ان احنا ننزل فيديو سرعة الضوء وسرعة الصوت الاول يعني. بس زي ما عملنا في علي كود، يعني لو تعرفوني اكيد عارفيني، احنا بدل ما كنا هنعمل هناك عملنا فيديو تعريف بالقناة لوحده وفيديو شرح السلاسل الأساسية في القناة لوحده تاني. لكن احنا دمجنا الاتنين في بعض، لان يعني القناة دي مش زي القناة التانية. قناة كوكب العلوم تقدم لك، تخلي لك العلوم تاخدها في شوال وانت مروح يعني. احنا بنسهل لك العلوم جدا. على فكرة كمان انا بحتاج دعمكم جدا، لان المونتاج بتاع القناة دي صعب جدا. اساسا كل الحلقة قايمة على المونتاج مش التصوير حتى. اما بقى بالنسبة للسلاسل الاساسية، فهي زي ما انت شايف قدامك كده. واحدة واحدة اجيب لكم القلم. اول حاجة سلسلة من ان، دي هتبقى فيديوهات شورتس سريعة جدا. هي السلسلة اللي انا هنزلها لكم بعد الفيديو ده ان شاء الله على طول. انا هوصف لك الكائن الحي واقول لك هو عايش فين وبياكل ايه وعدوه ايه والكائن ده كده والحاجات دي كده يعني وانت بقى المفروض تجاوب لي في التعليقات. السلسلة التانية واللي احنا على فكرة يعني نزلناها منها، اللي هي سرعة الضوء والصوت، فدي كانت تعتبر فيزياء. هنشرح بقى فيها الكيمياء والفيزياء والحاجات دي. سلسلة الجيولوجيا والاحياء هنشرح بقى فيها الديناصورات والارض والحياة والكائنات الحية وكل حاجة. ماذا يحدث إذا، دي تخيلات علمية فقط يعني. بنتخيل مثلا هيحصل ايه لو كل القارات تجمعت مع بعض كده، حاجات زي سلسلة الفلك بقى دي هتحظى باهتمام خاص يعني. كل دول يعني، دي مثلا سلسلة الكيمياء والفيزياء. كيمياء وفيزياء مجالين مختلفين بس هما مع بعض في نفس القائمة، حتى انا حاططهم في نفس الحتة. سلسلة الجيولوجيا والأحياء برضو في نفس القائمة، دي في قائمة لوحدها عشان دي اصلا يعني مش علم اوكي فماشي. اما سلسلة الفلك بقى رغم ان هي علمة بس هي هتبقى في قائمة لوحدها. محبتش اتقل عليكم، فبس هو ده الفيديو يعني، ما طولش كتير، تقريبا كده 3 دقايق يعني. يلا بقى استنوني في الحلقة الجاية وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وسلام.